هو ايه موضوع عامل النظافة ده اللي بيمشي في الجيمات يرفع اوزان تقيلة جدا بكل سهولة، وازاي احجام اكبر منه في الجيم ما يعرفوش يعملوا كده؟ تعال اقول لك مين ده وقصته ايه وازاي بيعمل كده. ده شخص اسمه اناتولي، لاعب باور ليفتر، ومش عامل نظافة ولا حاجة زي ما ناس كتير فاكرة. عنده قناة على اليوتيوب بيعمل فيها برانكس زي المقالب كده، بيروح للناس في الجيم يفتكروه ضعيف بسبب صغر حجمه، لكن يفاجئهم ويبهرهم بسهولة رفع الاوزان التقيلة جدا بالاسلوب ده. بس السؤال الاهم هو ازاي بيعمل كده رغم صغر حجمه وان حجمهم اكبر منه اضعاف وما يقدروش يعملوا كده. ركزوا معايا بقى عشان دي اهم حاجه في الفيديو. الاول، مين قالك ان الضخامه تعني القوه؟ ده طبعا مفهوم خاطئ، لكن القوه بتساوي الكتله في معدل التسارع، يعني اكبر وزن تقدر ترفعه في اسرع وقت ممكن. ما فهمتش حاجه؟ فتعال اقول لك بالتفصيل. في فرق كبير جدا ما بين الباور ليفتر والبودي بيلدرز بتوع كمال الاجسام، وده بسبب الاسلوب التدريبي بتاعهم المختلف. الباور ليفتر بيعتمد على 3 تمارين اساسيه، وهي الديد ليفت، السكواتس، والبنش بريس. والفكره هنا كلها بيلعبهم ازاي، فهي ان الكتله او الوزن التقيل قوي ده يتشال في اسرع وقت ممكن، فتلاقيهم على طول بيلعبوا بالاسلوب ده، بينتشوا الوزن، على عكس بتوع كمال الاجسام اللي اهم حاجه عندهم هو التحكم في الوزن، فمش لازم يشيل الوزن بسرعه، الاهم هنا هو التحكم والسيطره على الوزن. فهنا بالاسلوب المختلف تماما في التمرين بتاع لاعب الباور ليفتر عن لاعب البودي بيلدر اللي هو كمال الاجسام، فلاعب الباور ليفتر الجهاز العصبي وعضلاته بيتاقلموا على القوه الانفجاريه، فبيبقى قادر انه يشيل اوزان تقيله قوي في اسرع وقت ممكن حتى لو عضلاته صغيره، على عكس البودي بيلدر اللي دخل في زون تانية اسمها الهايبرتروفي بسبب السيتس والريبيتيشنز والوزن وطريقه التحكم بتاعه. فهنا العضلات بتتحط تحت حمل ووقت معين اللي بيحفزها على النمو العضلي، فعشان كده تلاقي في الاخر لعيبه كمال الاجسام اللي عضلاتها كبيره جدا ما يعرفوش يرفعوا الوزن ده بالاسلوب ده، وده لان العضلات كانت بتنمو لكن ما اكتسبتش الخبره والقوه الانفجاريه في البرنامج التدريبي بتاعه. ولكن لاعب الباور ليفتر هو اللي يقدر يرفع الوزن ده بالاسلوب ده. اما بالنسبه للعدات فبيخش من 1 ل5 عدات، مش زي بتوع كمال الاجسام بيلعبوا من 8 ل 12 عده. فهنا هي دي التركية، انه ممكن يلعب المجموعة دي في عدة او 2 او 3. هو هنا مش فارق معاه يلعب عدات كتير زي بتوع البودي بيلدرز، هو فارق معاه ان العدات دي يشيل فيها اتقل وزن ممكن عشان يطبق معادلة القوة في البرنامج التدريبي بتاعه اللي بتساوي اتقل وزن ممكن في اسرع سرعة ممكنة. فالمهم قول لي في الكومنتات، شايف انهي افضل، الباور ليفتر ولا البودي بيلدر؟ وبكده تبقى عرفت مين هو عامل النظافة اللي اسمه اناتولي، وكمان عرفت ايه الفرق ما بين الباور ليفتر والبودي بيلدر. وبس كده، لو استفدت اي حاجة ما تنساش تعمل لايك اند فولو.